بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله خاتم النبيين وإمام المرسلين. أعزائي المشاهدين الكرام، وصفتنا اليوم الكفتة أو اللحمة المفرومة، طبقين: طبق إيدام بصلصة حمراء في الفرن، وطبق مشوي في صاج على النار بزيت زيتون. اولا نحط اللحمة المفرومة، نزيد عليها كزبرة ومقدونس مفروم، بصلة واحدة مفرومة، ثوم، حبة بطاطس مسلوقة ومطحونة، بهارات، بقسومات، ونخلط الكل علشان تمتزج كل المقادير في قدر صغير. نكشن بصل ونزيد بزيت زيتون، ونزيد عليه بهارات، ورق الغار، ليمون ناشف، شوية ملح، زعفران حر علشان يديه لون أصفر، قرفة، أعواد، وبعدين نزيد عليه موية مغلية، ونحط عليه رز ونخليه يستوي لمدة 20 دقيقة. وبعد مرور 20 دقيقة ها هو الرز جاهز، ونحطه على جنب، ونبدأ نسوي كويرات نقسمها إلى قسمين في صحن. قسم نسوي به إدام بصلصة حمراء، وقسم نشويه بزيت زيتون في صاج على النار. بعد ما كورنا اللحمة المفرومة نرصها في صينية في زبدية، نسوي خلطة الصلصة الحمراء، نحط بهارات، زيت زيتون، طماطم مطحونة، معجون طماطم، شوية مقدونس وكزبرة مفروم، ونحرك الكل، وبعدين نصبه في الصينية وندخلها الفرن ونخليها لمدة 20 دقيقة تستوي. بعد مرور 20 دقيقة ها هي الصينية باللحمة المفرومة جاهزة، نحطها على جنب، ونبدأ نشوي القسم الثاني في صاج على النار. نحط زيت زيتون، وبعدين نحط الكويرات ونقلبها علشان تستوي من الجهتين. بعد ما خلصنا من هذه العملية نغرف الرز في صحن ونزينه باللحمة المشوية على الجوانب، ونحطه في صحن التقديم، وبألف صحة وعافية.